السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى كده هنفرز السبانخ مع بعض خطوة بخطوة من أول ما نشتريها لحد ما نحطها في الفريزر. والطريقة دي حلوة جدا، متجربة، أنا مجرباها على طول وبعملها على طول، فما تقلقيش خالص، هتفضل معاكي طازة زي ما هي. بصوا أنا جايبة ايه 3 حزم، عملت حزمة نضفتها وهعمل الحزمتين دول معاكم. اول حاجه كده بجيب السكينه واشيل العرش الملفوف بيها، وهقطع الجزء اللي فوق ده خالص. ماشي، ده ملوش اي لازمه، فهقطعه بالسكينه. هبدا بقى ايه، انضف السبانخ، واشيل الحاجات اللي مش كويسه، الورقه الصفراء، الورقه اللي فيها اسود، الورقه اللي هي متاكله، الكلام ده كله. طبعا انا بقول لكم بالتفصيل عشان لو حد لسه جديد في الجواز. الخطوات دي كلها بتفرق يا جماعه، ما تستغربوش بجد، احنا كلنا يعني كنا كده في الأول. تمام. بنبقى عايزين الفيديو مفصل، يعني اما نتفرج مثلا وانا لسه مش عارفة اي حاجة في المطبخ، ببقى عايزة مثلا ايه، الفيديو مفصل، بتتعمل ازاي، إيه اللي بنعمله، إيه اللي بنشيله، الكلام ده خالص. فانت لو دي الخطوات دي انت عارفاها، فممكن تجري الفيديو شوية. بس طبعا ايه، يعني انا عارفه ان انتم مش هتجروا وهتتفرجوا على الفيديو من اول للاخر. خلاص. وهنا بقى برضو انا عملت كده الحزمتين، وهنا جايبه حزمه شبت حزمه كزبره. تمام. فالكميه دي حلوه قوي على ال3 حزم، فانا هنضفهم برضو، وفي نفس الوقت هحطهم مع السبانخ. تمام. بس زي ما انتوا شايفين كده، فالفيديو ايه موضح نفسه. برضو بنضفه كده، وبشيل برضو العرق اللي هو الصاج اللي هو بيبقى تخين قوي ده، فبنضف كله واحطه برضو مع ايه السبانخ. تمام. معلش بقى الفيديو ده متأخر شوية، بس ايه يعني كان في الموبايل، وانا بصراحة نسيته خالص، فقلت برضو هنزله معاكم وعشان تشوفوا الطريقة. تمام. عشان ايه، خلاص الخضار بيودع اخره بقى خلاص يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو، بشيل الورق الاصفر والوحش. السبانخ بتحتاج شبت وكزبرة بس، ما بتحتاجش اي حاجة تاني. تمام. كده بقى رحت على الحنفية وبغسلهم كويس جدا طبعا، وبغسلهم كذا مرة، وهنقعهم بخل طبعا. زي ما انتوا شايفين كده حطينا خل. بصوا بقى، انا بحب انضفها كده في الاول، يعني الورقة بورقتها كده، وانضفها وانقعها، بتبقى سهلة جدا بالنسبة لي. لكن في ناس ايه بقى، بتجيبها وتجيبها وتقطعها على طول، وبعد كده تغسلها. لأ، أنا باحب إن أنا الورق أنضّفه وهو طويل كده وزي ما هو بحاله، وبعد كده أقطّعه. تمام. يعني باحس كده أحسن، يعني أنا لو قطّعت السبانخ قبل ما أغسلها وآجي أغسلها، لأ كلّها هتُقع منّي في المَيّة تلات أرباعها يعني. تمام. فدي أحلى، باحس إن هي بتنزّل كمان الشوائب كلّها، الحاجات اللي مش كويسة فيها، فبتبقى سهلة كده بالنسبة لي. فأنتِ عندِك حرية شخصية، يا إما تعمليها كده زيي، يا إما بتجيبيها وتقطّعيها زي كده وبعد كده تغسليها. بس أنا بالنسبة لي الطريقة دي حلوة أوي، أوي، ومريحاني بصراحة. فأنتِ على حسب حريتِك الشخصية. هابدأ بقى كده إيه، أقطّعها كلّها كده بعد ما غسلتها كويس جدًا. طبعًا بتغسليها كذا مرّة، عشان كل ما بتغسليها بتنزّل، كل ما بتغسليها بتنزّل إيه الحاجات اللي فيها مش كويسة. تمام. وإيه، والخل برضه حلو أوي الحاجات الورقية، يعني تنقعيها كده بتاع 10 دقايق والّا حاجة، وبعد كده تشطفيها كذا شطفة. زي ما أنتم شايفين كده أهو، قطّعت جزء معاكم، والجزء التاني أنا قطّعته إيه، مع نفسي. بُصّوا بقى، هتحسّوا إن أنتم الكمية كبيرة كده. تاني حاجة حطّيت مَيّة على النار، وسِبتها تغلي. خلاص. وهاحط السبانخ بقى اللي أنا قطّعتها دي كلّها في المَيّة، ولا باحط أي حاجة، ما باحطش أي إضافات في السبانخ. طبعًا أنتم شُفتوا التفريزات اللي أنا عملتها قبل كده في القناة، ارجعوا شوفوها. عملنا تفريز الفاصوليا، وتفريز الكرنب، وتفريز القرنبيط، كذا تفريز، تفريز البسلة. وبرضه لو في تفريزات تاني إن شاء الله هاعملها معاكم وهانزّلها لكم. بُصّوا بقى اخضرِت كده ولونها بقى حلو أوي، شايفين؟ يعني بصراحة حلوة أوي، أوي لمّا بتتحط ولونها كده بيخضر وبيبقى فاتح. بُصّوا بقى، بعد ما خدتها غلوة كده على النار، مش كتير، يعني يا دوبك بتحطيها وتشيليها على طول. تمام. وبعد كده تحطيها تحت الحنفية في مصفى كده، عشان
تعمليها بمية فترة كده ومية ساقعة من الحنفية. بس بقى سبتها كده ايه تنزل مية شوية، سيبيها تتصفى كده على مهلها، ما تستعجليش. شوفوا بقى الكمية كشت بقت قد ايه. فطبعا كل واحد بيجيب الكمية على حسب ما انت عايزة. وطبعا احنا عارفين السبانخ فوائدها كتير والحديد اللي فيها، فحلو قوي لو عندنا اولاد، بجد حلوة مفيدة وهاتوها لولادكم. آه بتتعمل حاجات كتير بقى، غير ان هي بتتعمل طبيخ وتتحط على الرز، ممكن تتعمل اوراق وهي صحيحة كده. حاجات كتير قوي، اعملوا سيرش على اليوتيوب هتعرفوا حاجات كتير قوي تتعمل بيها. انا كده بصوا حطيت بقى ايه الكمية اللي انا مناسبة ليا، يعني انا بالنسبة لي الكمية دي كتير في طبخة، تمام؟ فبعملها في طبخة واحدة. انت بقى على حسب ما بتحتاجي الكمية قد ايه، ممكن تحتاجي اكبر من كده في كيس، ممكن تحتاجي اقل من كده، فانت على حسب ايه عدد الاسرة و والكمية اللي انت عايزاها. بصوا بقى دي اريح طريقة للسبانخ، لتفريز السبانخ. انت كده اولا غسلت الشبت والكزبرة معاه، وقطعتيهم برضو معاهم، وقلبيهم كويس جدا بعد ما تقطعيهم، عشان كله ايه لما تيجي تطلعي كيس يبقى فيه الشبت والكزبرة بتاعته، تبقى جاهزة على الطبخ بجد. بتبقى سهلة قوي، وبتطلعيها على الطبخ على طول بقى، من غير ما لسه هتجيب السبانخ وتقطعيها وتعمليها والكلام ده. هو انا بتكلم بقى في اللي هو الموسم بتاعها. لكن لو انت بقى نفسك في السبانخ بقى بعد كده في الصيف مثلا او حاجة، بتطلعي كيس وتعمليه. فانا بالنسبة لي التفريزات دي راحة بال بجد والله. لو انتوا يعني زي كده بتحبوا التفريزات والكلام ده، فرزوها وفرزوا اي حاجة انتوا تقدروا تفرزوها بجد. بيفيد في الوقت ومجهود وكل حاجة. بتبقى الحاجة عندك جاهزة، حد جالك فجأة بتطلعي وتعملي الكيس اللي انت عايزاه. ده مش بس في السبانخ، في اي حاجة، اي حاجة تانية تقدري تفرزيها وقادرة ان انت تفرزيها فرزيها بجد. لو انت عروسة جديدة، لا حاولي تفرزي الحاجات، هتوفر عليكي وقت وجهد. لو انت بتشتغلي، لو انت عندك اولاد صغنانين ووقتك ضيق، بجد آه يعني التفريزات دي حلوة قوي. كده بقى انا عملت اهو الاكياس بتاعتي، وانا عارفة الايام دي بصراحة امتحانات. ربنا ينجح اولادكم واولادنا يا رب كده، ويكونوا من المتفوقين. احب اشكركم برضو على التفاعل بتاعكم في القناة. الحمد لله يا رب. يا رب كده اخلص المشاهدات على خير، لان عندي لسه بصوا طريق طويل قوي في المشاهدات. فساعدوني كده، وانا عارفة ان انتوا هتكبروا بخاطري وتتفرجوا على الفيديو كده من اول للاخر. والناس اللي بتنسى تحط لايك وتتفرج على الفيديو وتنسى تحط اللايك، حط اللايك كده، هو انا بفكركم عشان ما تنسوش. انا كده خلصت اهو زي ما انتوا شايفين. عملت بقى ايه 3 اكياس، هحطهم بقى في الفريزر وانساهم الوقت اللي انا بقى ايه عايزة اجيبهم. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.